خلال ال50 سنة الماضية زيادة كبيرة في عدد السكان. يمكن إرجاع هذا النمو لعدة أسباب. وافر ارتفاع معدل الخصوبة. السودان يعتبر من الدول ذات معدلات الخصوبة العالية، حيث تميل الأسر لإنجاب عدد كبير من الأطفال. التطور الطبي أدى تحسن الخدمات الصحية بشكل عام إلى زيادة متوسط العمر المتوقع وتقليل معدلات الوفيات، مما أسهم في نمو عدد السكان. 3. الهجرة الريفية إلى المدن. شهدت المدن السودانية ارتفاعا في عدد السكان بسبب الهجرة الداخلية من الأرياف، حيث يسعى الكثيرون للحصول على فرص عمل أفضل خدمات أساسية. 4. الاستقرار النسبي. بالرغم من الصراعات الداخلية، إلا أن السودان حافظ لفترات معينة على استقرار سمح بتحسين نوعية الحياة ولو جزئيا في بعض المناطق. تأثير شح الأمطار والتغير المناخي. شح الأمطار والتغير المناخي يمثلان تحديا كبيرا للسودان، إذ يعتمد السودان بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والاقتصاد، ما يجعل البلد عرضة لتقلبات الطقس وتغيراته. ووفقا للتوقعات، إذا استمر النمو السكاني الحالي فسيزداد الطلب على المياه والموارد الغذائية، وقد يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الأوضاع وتهديد الأمن الغذائي للسكان. ويتوقع أن يؤدي الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير، ما سيؤثر على الأجيال القادمة ويضع تحديات تتعلق بتوفير الموارد الأساسية. هل موارد السودان تكفي لعيش الأجيال القادمة برفاهية؟ يعتبر السودان دولة غنية بالموارد الطبيعية كالأراضي الزراعية الشاسعة والمياه من نهر النيل، بالإضافة إلى المعادن والنفط. إلا أن ضعف البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي وقلة الاستثمارات المستدامة تؤدي إلى عجز السودان عن الاستفادة الكاملة من هذه الموارد. إذا لم يتم تحسين استغلال هذه الموارد وتطوير البنية التحتية، فقد تواجه الأجيال القادمة تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر على مستوى الرفاهية. تأثيرات الحرب الحالية على النزوح والهجرة. الحرب الحالية في السودان تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع السكانية، إذ تضطر العديد من الأسر للنزوح داخليا أو الهجرة إلى الخارج بحثا عن الأمان. النزوح الداخلي يثقل كاهل المدن ويزيد من الطلب على الموارد الأساسية. أما بالنسبة للهجرة الخارجية، فمن المتوقع أن تتجه أعداد متزايدة من السودانيين إلى الدول المجاورة مثل ليبيا وتشاد ومصر. التأثير على ليبيا ودول الجوار. من المتوقع أن تستمر ليبيا في استقبال المهاجرين السودانيين بسبب القرب الجغرافي وسهولة التنقل عبر الحدود، ويتوقع أن يعيش عدد متزايد من السودانيين في ليبيا سواء بشكل رسمي أو غير رسمي. وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية والسياسية، فإن ليبيا قد تشهد ضغطا على خدماتها الاجتماعية والاقتصادية في حالة تزايد أعداد المهاجرين. اقتراحات لحكومة وشعب السودان لمواجهة هذه التحديات: يمكن اتخاذ عدة خطوات. تحسين استغلال الموارد عبر الاستثمار في البنية التحتية الزراعية والمائية وتنمية الثروة الحيوانية والصناعية. التكييف مع تغير المناخ من خلال تبني استراتيجيات زراعية مقاومة للجفاف واستخدام تقنيات الري الحديث. إصلاح النظام الصحي والتعليم لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. تحقيق الاستقرار السياسي بإنهاء الصراعات الداخلية لتحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات الخارجية. تشجيع السياسات السكانية لخفض معدلات النمو السكاني من خلال نشر الوعي الصحي والاجتماعي. التوقعات بالنسبة لليبيا: من المحتمل أن تكون ليبيا ملاذا للعديد من السودانيين نظرا للقرب الجغرافي والأوضاع الاقتصادية. وبالرغم من صعوبة تحديد العدد بدقة، إلا أن عدد السودانيين المقيمين في ليبيا قد يصل إلى مئات الآلاف.